السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. الفيديو بتاعنا النهاردة بإذن الله يعجبكم كتير جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي كده على النبي. كلنا كده ننزل في التعليقات نصلي على النبي كده في التعليقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة يعني عبارة عن ايه او بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن 10 عادات او 10 افكار. تعالي اقولك على 10 عادات اعمليهم كل يوم للمرأة العاملة او المرأة الغير عاملة. هتفرق في حياتك كتير. يعني انت لو ست بيت الافكار دي هتفرق معاكي، ولو انت برضو بتخرجي بره بيتك وبتشتغلي برضو الافكار هتنفعك جدا وهتفرق معاكي كتير. تعالوا نتكلم على الافكار ديت ونشوف ال10 افكار دول ايه، ونتكلم على كل فكرة فيهم او كل نقطة فيهم ايه اللي هنستفاد بيها ازاي. اول حاجة يا بنات هنتكلم على التفريزات. التفريزات مهمة جدا. اول نقطه يا بنات هنتكلم عليها هي التفريزات. التفريزات بتنفع جدا في وقت زنقه. بتنفع مثلا لو مصروف بيتك مثلا قل معاكي. لو طبعا مستعجله. بصوا بتنفع جدا جدا التفريزات. وحطي تحت التفريزات دي كذا خط. لان التفريزات بتنفع جامد قوي. طبعا لو انت مثلا مستعجله جالك ضيوف على غفله، مش عامله حساب للضيوف اللي جت ديت. بتشتغلي وما عندكيش وقت طبعا وراجعه طبعا من الشغل تعبانه. فالتفريزات دي بتبقى سهله جدا. انت تطلعي مثلا كيس طماطم، صلصه كده من التلاجة، على كيس بسله، على كيس مثلا سبانخ، فاصوليا، اي حاجه كده من اللي مخزناها، مع شويه رز كده من اللي عندك، والحمد لله قضيت على كده. فالتفريزات دي مهمه جدا، يعني لست البيت او للمراه العامله. يعني في تلك الحالتين هي طبعا التفريزات مهمه جدا. تمام. وطبعا بتساعدك في الوقت جامد جدا، بدل مثلا بتاخدي وقت طويل ان تشتري الطلبات ولسه تعملي الحاجه طبعا جاهزه معموله على طول. ان انت بس ايه يا دوبك الصلصه معموله والحاجه معموله ومتقطعه الخضار، فسهل جدا على النار. الموضوع مش هياخد منك وقت كتير ولا مجهود ولا تعب، خصوصا لو انت بتشتغلي وجايه من الشغل تعبانه. تاني نقطة هنتكلم عليها طبعا، لما تعملي الأكل اعملي أكل يكفي يومين. طبعا ده أحسن ليكي طبعا كتير جدا لما تعملي الأكل يكفي يومين. انت كده طبعا يعني بتعملي لنفسك آه، راحة من يوم كامل لوقفة المطبخ، يعني راحة من حوار الأكل. تمام. ممكن بقى تعملي حبة رز كده جنب الطبيخ دوت سخنين كده وخلاص، وشكرا على كده. الموضوع مش هياخد منك 5 دقايق في قلب المطبخ، ووفرتي على نفسك وقت ووقفة طبعا في المطبخ عشان تعملي الأكل. فأحسن حاجة طالما بتشتغلي انت تعملي الأكل يكفيكي يومين. تمام. تالت نقطة يا بنات اللي هنتكلم فيها استخدام الورقة والقلم. الورقة والقلم يا بنات في حياتنا ضروري جدا جدا جدا. قبل ما تعملي أي حاجة، يعني أنا مثلا قبل ما أنزل أمسك مصروف بيتي وأنزل أجيب طلباتي، أنا بستخدم الورقة والقلم. بشوف إيه اللي موجود عندي في ضرفة الخزين، أو بكتب اللي موجود وبكتب اللي ناقص كمان، بحيث برضو إن أنا أشوف إيه اللي ناقصني وأنزل أجيبه. مبقيش أجيب جايبة حاجات على حاجات عندي ومثلا انا محتاجه حاجه تانية خالص، يبقى انا كده هدرت في الفلوس وانا محتاجاها اصلا في حاجه كانت ناقصاني. فالورقه والقلم ضروري جدا في حياتنا في كل شيء. فانتي لما تنظمي كده يعني وقت ليكي كده وتعملي كده ورقه وقلم حتى في المواصلات، مش هقولك مثلا وانت رايحه كده الشغل وفي المواصلات تطلعي كده الورقه والقلم وتكتبي انتي يومك النهارده هيمشي ازاي، عندك ايه في البيت، هتطبخي ايه مثلا النهارده، ايه اللي موجود، ايه اللي مثلا اللي محتاجاه ممكن اجيبه وانا ماشيه مثلا مروحه، بحيث برضو ان تبقى خلاص كده الحاجه جاهزه عندي على طول. تمام. فاستخدام الورق والقلم في حياتنا ضروري جدا يا بنات. تمام. تحضير الاكل من بالليل. طبعا مش هقولك اطبخي من بالليل ولا الكلام ده كله، بس ان انت تجهزي من بالليل، تبقى عارفه ان انت خلاص كده مثلا انا هو يعني سيان مثلا دلوقتي انا قاعده اهو بالليل، هقول مثلا ايه انا عندي فاصوليا مثلا في الفريزر، عندي سبانخ، عندي بسله، اطلع كيس بسله واعمل حبه رز على حبه سلطه او حبه مثلا مخلل كده عندي من التلاجة، طبق مخلل، والحمد لله كده مشيت اليوم عندي. فانت ان انت تكوني مجهزه او عارفه ان انت هتعملي اكل ايه من بالليل، ده طبعا بيريحك كتير جدا من التفكير تاني يوم، وتضيعي الوقت في التفكير ان هنعمل اكل ايه، وحيرة الاكل دي لوحدها بتضيع اليوم كله. تمام. وخصوصا لما تكوني ست مرأة عاملة وبتشتغلي وتيجي ترجعي من الشغل هتلاقي الوقت ضايع منك. تمام.
هنيجي للفكرة اللي بعد كده، وهي رقم 5، جدول للتنظيف. هنيجي للنقطة اللي بعد كده، وهو نعمل جدول للتنظيف. إذا كان بقى تنظيف يومي، تنظيف أسبوعي، تنظيف في الشهر كده، شوفوا زي ما تحبوا. أنا شايفة إن الجدول دوت بيريح كتير جدا. ولما تعملي مثلا جدول كده، مثلا النهاردة يوم السبت، أنا مثلا جيت من الشغل هعمل حاجة بسيطة جدا في البيت، بس أنا كاتبة في الجدول أنا هعمل ايه. مثلا لو هعمل النهاردة مثلا تنظيفة كده مثلا للبلكونة، ومعاها مثلا آه، أوضة غرفة نوم، أطفال، أوضة أطفال، هعمل أي حاجة كده في السريع. تمام. فالجدول دوت بيريح كتير جدا وبينظم لك الوقت بتاعك. وكمان مش بتبقي مضغوطة مثلا أنا ايه هعمل تنظيف كامل اليوم للشقة مثلا كلها. طبعا ده بيبقى متعب جدا. فان انت تعملي جدول تنظيف للشقة عندك، طبعا ده بيريحك كتير. انت بتعملي جدول كده اسبوعي كده، مثلا النهارده يوم السبت هعمل كذا وكذا، الحد هعمل كذا وكذا. طبعا هتقولي طب انا شغالة وما عنديش وقت حتى للتنظيف. فالجدول دوت هيريحك كتير جدا. لو هتاخدي حتى 10 دقايق كده في السريع كده تعملي مثلا الحاجة اللي مكتوبة في الجدول، اعملي لنفسك وقت. حددي وقت، انا مثلا هخرج من الاوضه دي بعد 10 دقايق او ربع ساعه اكون مخلصاها خالص. يبقى انت كده عملتي لنفسك وقت، وعملتي لنفسك جدول مشيتي عليه، هيريحك وشقتك دايما هتكون نظيفه. تعالوا نشوف الفكره اللي بعد كده، اللي هي رقم 6، الغسيل. طبعا الغسيل يا اما يوميا او يوم بعد يوم. لو انت الغسيل عندك بيبقى كتير ما شاء الله يعني، فطبعا يوميا هيكون احسن عشان ما يتكومش عليكي. ويبقى طبعا الموضوع متعب جدا. ف خليه يوميا. لو انت الغسيل عندك مش بيكون كتير فممكن تخليه يوم ويوم. وانتوا عارفين طبعا احنا في الشتاء دلوقتي، فطبيعي اصلا الغسيل بياخد له على الحبل بتاع يومين عشان ينشف. فانت ممكن تغسلي يوم وبعد يوم. ويبقى كده انت برضو ما هلكتيش صحتك وايه، وحافظتي على صحتك. تمام. فالجدول التنظيف دوت بيفرق جامد جدا طبعا. والغسيل زي ما قلت لك. هنيجي للنقطه بعد كده اللي هي رقم 7، تنظيف المطبخ كده على السريع. طبعا مش هناخد طبعا المطبخ بالكامل، يعني ممكن مثلا رخامه نعمل كده بخاخه فيها شويه خل على مسحوق كده صابون من بتاع المواعين، على معطر كده. زي ما قلت لكم بقى ايه، البخاخه كده بتبقى فيها خل وفيها صابون كده سائل بتاع المواعين، وفيها كده مثلا اي حاجه كده وشويه كلور. وفيها كده لو حبه بريكس ليه كده ريحه حلوه. وفي نفس الوقت كده بينضف حلو جدا وريحته جميله جدا. وتعملي بخاخه كده وبفوطه كده، وتمشي ايدك كده على الرخامه، تمشي ايدك كده على المطبخ الالمونتان كده من بره بالبخاخه كده على السريع كده. تمام. تاخدي كده ضرفة مثلا وتنزليها كده بسرعة وترشي كده برضو بالبخاخة وتنضفي وترجعي الحاجة تاني مكانها بس برصة حلوة. كله على السريع. وطبعا لما بتعملي وقت لنفسك قبل ما تخشي المكان دوت، انا مش هخرج من المكان دوت برضو الا بالوقت كذا. انا مثلا عاملة ربع ساعة، عاملة نص ساعة، مش هاخد اكتر من كده. فطبعا ده بيساعدك جدا ان انت تنجزي بسرعة وما تاخديش وقت ايه في الحاجة انت بتعمليها. تمام. احنا بنعمل تنظيفة كده سريعة، ودي بتخليكي دايما شقتك بتبقى نظيفة، ما عندكيش دهون. طبعا مش بتراكم عليكي دهون. انت طبعا دايما ايدك بالفوطة كده والبخاخة على طول. فالحاجة بتفضل نظيفة، مش هتاخد معاكي وقت لما تيجي ايه تنضفيها. لا بالعكس، حتى لما تيجي تعملي تنظيف عميق اللي بعد كده يعني تنظيف عيد، تنظيف رمضان، تنظيف دخلة رمضان، الحاجات دي كلها مش هياخد معاكي وقت عشان انتي منضفة، عاملة بخاخة فيها كلور، فيها حاجات انتي منضفة دايما، مش مكومة دهون عندك في المطبخ. فطبعا البخاخة دي كده بسرعة كده وبالفوطة وتمشي ايه دنيتك كده. تمام. مذاكرة الأولاد يوميا. طبعا مذاكرة للأولاد برضو هتعملي وقت كده لأولادك حوالي نص ساعة، حوالي ساعة، برضو وقت تعمله لهم برضو كده في اليوم، عشان مذاكرة الأولاد ما تتكومش عليكي وتحسي بعد كده ايه يوم على يوم يجي بعد كده مثلا ولادك سمعي لي يا ماما، ذاكري لي يا ماما، تحسي ان المنهج
يعني ما تيجي مثلا تقعدي معاهم هتاخدي وقت طويل، وقت يعني كبير جدا، وغير ما هما كمان ممكن يعني تقع منهم حاجات في المذاكرة، فبلاش. فخلي المذاكرة مع الأولاد يوميا، بس يعني بوقت برضو معين. تمام. رقم 9 معانا، نعمل نص ساعة لنفسك في اليوم. اعملي نص ساعة، حتى لو بصي هقولك مش نص ساعة، لو ما عندكيش حتى وقت للنص ساعة ديت، بصي اقعدي كده يعني ربع ساعة منها راحة كده، استجمي كده مع نفسك. عارفة زي مثلا اللي بيعمل يوجا كده ومش بيبقى عايز يتكلم، مش عايز يتحرك، راحة كده من بعد ما بتيجي من الشغل كده، بصي ترتاحي كده من تعب الشغل طول اليوم، فتعملي كده لنفسك راحة كده نص ساعة كده ولا ربع ساعة، وربع ساعة التانية ديت تعملي كده روتين ليلي ليكي، مثلا ترطيب كده لوشك. تعملي كده مثلا ماسك كده حلو لبشرتك. تمام. تعملي كده كوباية كده ينسون، كوباية أي حاجة كده تشربيها كده في رواقة كده مع نفسك كده. تمام. فنص ساعة كده لنفسك في اليوم، يعني نفسك برضو لها حق عليكي في اليوم من تعب اليوم كله. تمام. اخر حاجه بقى واهم حاجه واهم نقطه في الموضوع ده كله، ان هو الصلاه وورد للقران ان شاء الله. حتى لو يعني بصوا، الصلاه يا بنات، الصلاه اهم حاجه، وورد القران طبعا ده مهم جدا. ربنا يا رب يكتب لنا كده، يا رب نكون يا رب من الناس اللي بتختم القران دايما يا رب، اللهم امين. فطبعا دي حاجه مهمه جدا يا بنات. يعني عشر نقطة دي بأكد عليها. طبعا مهم جدا، يعني مش قادرة اقول لكم يعني طبعا بتفرق في حياتك جامد جدا، الصلاة بيفرق في حياتنا جامد جدا. وطبعا القرآن ومواظبة القرآن وأذكار الصباح والمساء طبعا بتفرق معانا كتير. تمام. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. 10 عادات او 10 افكار اعمليهم كل يوم للمرأة العاملة او ست البيت، هتغير من حياتك كتير جدا وهتفرق معاكي. يا رب الافكار تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. متنسونيش كده في لايك حلو ودعوة حلوة منكم، وقولوا لي حابين الفيديو الجاي يكون فكرته ايه او الموضوع يكون عن ايه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.